السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اسهل لك فكرة بسيطة وحاجة بسيطة بفضل الله عز وجل انت تفهمها وبعدين هنكمل كلامنا عادي. ده سلم بفضل الله 3 درجات اهوت ولا حاجة؟ بفضل الله ده سلم بسيط 3 درجات اهو، حاجة بسيطة خالص بفضل الله، صح؟ تمام. انا كحسن او انا في حياتي نفسها ابدأ حياتك. يعني ايه ابدأ حياتك؟ يعني انا كحسن او انا كهبدأ او هعمل مشروع ما اعرفش اجي اطلع من هنا. يعني انا ما اعرفش اجي اطلع من هنا كده. بالنسبه للمشروع بتاعي، بالنسبه لحياتي، بالنسبه لكل حاجه ما اعرفش اجي ابدا من هنا. لو بدات من هنا ممكن اتكسر، ممكن ما اقدرش اطلع. فلو عايز تبدا حياتك صح، لو عايز تبدا صح ويكون لله عز وجل وتبقى راجل بتتقي ربنا في مالك وفي حياتك، لازم تبدا من تحت يا صاحبي. تبدا من هنا يا صاحبي. تبدا من اول سلمه. اول سلمه هيجيب لك عطره ممكن تتعطر فيها، واحده واحده تكمل معاها وتطلع للسلمه الثانيه. لازم تطلع واحده بواحده. كملت في الثانيه جبت عجولك، يعني الاولانيه عملت المكان وجهزت نفسي وامنت حالي وجمعت باريستاني تمام زي الفل. ثاني واحده ابدا اجهز المكان، ابدا انزل السوق اشتري الحاجه، ابدا اتقي ربنا في الحاجه، اشوف واحد ابن حلال يشتري معايا. الثالثه ديت مثلا ابدا ان انا اوكل واعلف واشجع معاهم واتعب معاهم عشان ربنا يعوض عليا وربنا يبارك لي فيهم. دي بالنسبه للثانيه. يوم ما عاوز ابيع بقى بفضل الله وربنا هيكرمني وربنا هيرضيني ويبقى همسك الفلوس، همسك في الاخيره. يعني بعد تعب ده كله السلالم دي كلها هتتعب قبل ما توصل هنا. فلازم تبدا من تحت يا صاحبي. عمرك في حياتك ما هتيجي تبدا من هنا، عمرك في حياتك ما هتطلع هنا. يعني انا النهارده بفضل الله ما اعرفش النهارده اربي عجول، اجي اطلع هنا كده واجي ابيع عجول واقبض فلوس. ما اعرفش، انا ما اعرفش ليه ما اعرفش، لان انا ما جبتش من تحت عشان معيش حاجه هنا، معيش عجول ابيعها، معيش بهايم، معيش فلوس، معيش ثمره، انا معيش حاجه. لكن لما انا ببدا من تحت جبت راس المال بتاعي، بدات من تحت بفضل الله. اول سلمه، بعد كده ثاني سلمه جهزت مكاني وجهزت دنيتي وجهزت وضعي، وبعدين ثالث سلمه رحت السوق اشتريت الحاجه وشجيت عليها وتعبت على طريقه ربنا فيها. ثالث حاجه وقعدت اوكل واشرب واراعيهم شهر واثنين وثلاثه وسنه واكتر واقل. يوم ما هاجي ابيع هطلع للسلمه الاخيره بفضل الله. يوم ما ابيع هبيع وانا نفسيتي راضيه. يوم ما ابيع هسامح في الحاجه اني تعبت من تحت، انا تعبت قبل ما وصلت السلمه ديت. فانت يا صاحبي ليه ما بنستني؟ انا عايز اوصلك فكري، انت ليه بتستنى في حياتك؟ ليه مستني عايز تطلع السلمه مره واحده؟ لازم عمرك ما هتطلع على المصطبه العاليه اللي انا واقف عليها ديت الا لما تبدا من تحت. لازم تبدا من تحت عشان ربنا يكرمك. لازم تبدا من تحت يا صاحبي. لازم تبدا من اول سلمه عشان تطلع للاخيره. الاولانيه ان انت تتقي ربنا في اولا في فلوسك. فلوس تكون من حلال، جيبها من عرق وجيبها من شجاك. بعد ما ربنا يكرمك وتجيب الفلوس تبدا تاني سلمه تجهز الحاجه، تتجه ربنا وتشوف واحد محترم ابن حلال يبدا يشتري معاك الحاجه، جهزت مكانك جهزت دنيتك. ابدا تالت حاجه اجيب الحاجه بما يرضي الله واحطها عندي، ابدا اقعد اراعي فيها واشجع معاها فتره شهر اثنين وثلاثه وسنه عشان ربنا يكرمني. اخر سلمه يوم ما اجي ابيع بقى ابيع الاقي الثمره بقى، ربنا هيبارك لك لان انت بدات من تحت. لازم تبدا من تحت يا صاحبي عشان ربنا يعوض عليك. لازم تبدا من تحت عشان ربنا يبارك لك ويرزقك الرزق الحلال يا رب دايما. لا مؤاخذة يا جماعة أنا آسف. فأنت بفضل الله عز وجل لازم تبدأ من تحت يا صاحبي عشان ربنا يعوض عليك ويبارك لك. أنت النهارده مستني إيه؟ بفضل الله الثمرات والخير والرزق جاي لك. أقسم بالله ده رزقك ربنا هيبعته لك. محدش بياخد رزق حد. لا مؤاخذة، ما حدش بياخد رزق حد يا جماعه، الارزاق دي بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي بيقسمها، بس لازم تبدا من تحت يا صاحبي، لازم تبدا من الاول، تبدا من الاول ربنا يعوض عليك، تبدا من الاول ربنا هيبارك لك، تبدا من اول سلمه بالراحه. اهم حاجه يا صاحبي ما تبصش للاخيره قبل ما تبدا. اوعى تبص للمكسب والخساره يا صاحبي قبل ما تبدا، اقسم بالله ما هتكسب وعلى حد. طالما قعدت تبص للمكسب بس عمرك ما هتكسب. انت النهارده لو دخلت مشروع انا قلت لك بعد ما تبدا في المشروع وانت جايب 10 عجول ومات منهم 5 وقلت لك هيموت 5، انت هتكمل عمرك ما هتكمل. لكن النهارده لو قلت لك خش مشروع ب 10 عجول وربنا هيرزقك وال10 هيجيبوا 10، انت هتفرح. بس انا بقى ايه؟ انا بجويك، انا بثبتك، بس الله عز وجل هو النصير، الله عز وجل هو الرزاق. لكن انا بقول لك تبدا من تحت. ابدا من الاول يا صاحبي عشان ال10 عجول يبقوا 20. ابدا من اول سلمه وابدا بالراحه واتجه الله عز وجل. ان ما خدتش الله عز وجل من كومك عمر ربنا ما هيبارك لك ولا هتربح. النهارده بفضل الله انا كان عندي ناس محترمه بياخدوا عجول من عندي بفضل الله عز وجل وبيشتروا من عندي بفضل الله عز وجل عجول. اقسم بالله يكفي الدعوات اللي الناس قالوها، يكفي الدعوات اللي الناس قالوها والكلام اللي قالوه في حق الله يبارك لهم ويجعله في ميزان حسناتهم والله عز وجل يتقبله منهم. اقسم بالله بحمد ربي كبير على نعمه
هذا المكان بفضل الله عز وجل. اللهم اجعلنا قد هذا المكان. اللهم بارك لنا في اولادنا وفي ذريتنا وفي مالنا يا رب. ربنا يبارك لنا في كل الحاجات ديت. انتوا كلكم اخواتي وحبايبي بفضل الله. انا كل هدفي ان انا ادعم الشباب الحلوه الجميله اللي راحت وضاعت مننا. النهارده العيل الطفل الصغير الله يبارك له في والدته، في المأساة اللي احنا عايشينها بقالنا كام يوم. يعني مش عايز اتكلم واتفاوض في مواضيع كتير واطلع من خارج الموضوع. خلوا بالكم من اولادكم يا جماعه. خلينا النهارده في الموضوع ده، ان انت ربنا هيمن عليك، ويوم ما تيجي تبيع ربنا هيبارك لك وتطلع الحاجه زي ما قلت لك من زمان في الفيديوهات، ان اللي هياخد حاجه. كنت بقول لك زمان الكلام ده وانا بشيل جله. اول ما جم لو انا كنت بصلي الظهر وجاي، فلاقوني لابس الجلابيه ما شاء الله والامور تمام وزي الفل، كنت بصلي الجمعه وجاي. اول ما جيت بقى فايقه بعد 5 دقائق لقوني قلعت بقى الهدوم، ده لبست هدوم شغل. قالوا ايه وارجع بقى كده اهو. قلت لهم هو ده يا جماعه، كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني عشان تبدا من السلمه الاولانيه يا صاحبي، السلمه الاولانيه دي هي الشقه كله يا صاحبي، هي التعب، هي العرق، عشان تلبس الجلابيه وتطلع تقف فوق. ربنا هيكرمك وهيعوض عليك خير لو انت بدات من تحت. لو طلعت مره واحده السلمه يا صاحبي ممكن ننكسر يا صاحبي، ممكن تقع، ممكن ما تستحملش يا صاحبي. فوق صعب، فوق يا صاحبي صعب، لكن لما تبدا من تحت هتعرق وتتعب وتعرف ان الجنيه ده جاي من حلال وجاي من عرق ومن شقى. الله عز وجل عمره لا يضيع اجر واحد شقيان في حاجه. اسف ان انا طولت عليكم. لو انت اول مره بفضل الله عز وجل بتشوفنا، اعمل لنا اشتراك عندنا بفضل الله عز وجل، تنور اخواتك. اخوك حسن الفار، تنورنا كلنا بفضل الله. بنكمل بعضنا. كل هدفنا بفضل الله ان احنا ندعم الشباب في حياته وفي ماله وفي دينه وفي اولاده وفي ذريته وفي كل حاجه بفضل الله. بنكمل بعضنا فيها. اهم حاجه تكون الحاجه دي كل الله عز وجل. وتاني حاجه يا جماعه وهي الاهم بفضل الله، ان احنا نكون اخوات مع بعض كلنا بنكمل بعض. واهم حاجه في حياتك بلاش الكذب. لازم تبدا وتكون صادق مع الله عز وجل قبل ما تكون صادق مع الناس. لو عجبك الكلام ده بفضل الله ما تنساش تدعمنا بلايك، وتعمل تفعل زر الجرس عندك بفضل الله، عشان كل ما ننزل حلقه بفضل الله توصلك. الاشتراك ده لينا واللايك ده بفضل الله. الاشتراك معانا واللايك لينا بفضل الله عز وجل، والجرس ليك بفضل الله عز وجل. تحياتي لكم اخوكم حسن الفار. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله في حاجات كتير هنتكلم عنها، عن موضوع الذبايح وموضوع الاعياد، مكملين مع بعض ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. تحياتي لكم اخوكم حسن الفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.